الفطار والغدا والعشاء عند المصريين مش مجرد أكلات كده والسلام، لأ دي مواضيع وحكايات طويلة قوي من زمن الزمان. تعالوا المرة دي نتعمق في موضوع ضايق قوي، موضوع الأكلات المصرية اللي بقالها آلاف السنين ولسه ما اتغيرتش. نبدأ بالحلو اللي مرتبط بأفراحنا، كحك العيد. مش بس بسكوتة مسكرة بنستمتع بطعمها، ده تراث مصري أصيل. الكحك كان جزء من الأعياد والمناسبات. في مقابر الفراعنة اتلاقت قوالب كحك، ومش بس كده، ده احنا كمان اكتشفنا ان قوالب الكحك ايام الفراعنة كانت بتكتب عبارات على الكحك زي كل واشكر او دايما عمرة، اللي بنكتبها وبنقولها دلوقتي جنب الاكل. نيجي بقى للاكلة التالتة. اسمحوا لي اقول لكم، زي ما مصر معروفة بانها ام الدنيا، فهي كمان أم الفسيخ. الفسيخ من أقدم الأكلات المصرية، وفي مصر القديمة الفسيخ كان مش بس أكلة شعبية، ده كان ليه مكانة شبه مقدسة ما بين الأكلات، لدرجة إن المصريين القدماء كانوا أحياناً بيقدموه كقربان في المعابد. الفسيخ مش بس كان أكلة بياكلها عامة الناس، ده كان كمان أكلة بيعشقها الملوك والكهنة، وكان صيتها مسمع بره، لدرجة إن المؤرخ اليوناني المشهور هيرودوت كتب عن ده، وكان مستغرب إن المصريين بيملحوا سمك النيل وياكلوه ني. الفسيخ قد يكون الإرث الفرعوني الوحيد اللي ريحته لسه عايشة معانا لحد النهاردة ومش ناوية تسيبنا أبدا. تعال بقى للأكلة التانية. سندوتشات الجبنة اللي بتسترخصها وبتستقل بيها دي مش حاجة قليلة خالص، دي آثار ليها تاريخ طويل قوي. في سقارة العلماء اكتشفوا آثار جبنة جوه مقبرة واحد من كبار المسؤولين في مصر القديمة. الجبنة دي كانت مالحة وبتشبه جبنتنا القريش أو الجبنة البيضاء. الفراعنة كانوا بيعملوها من لبن البقر ولبن المعيز. الجبنة في مصر مش بتتعتق، دي بتتأرخ. نيجي بقى للأكلة اللي محدش يقدر يستغنى عنها يوم واحد بس. حب المصري للعيش ملوش حدود. هو أول من اخترع العيش المخمر والمسطح، وكان بيخبزه وبيحطه ينشف تحت أشعة الشمس. بنسمي نوع العيش ده العيش الشمسي. ده كان من أكتر أنواع العيش انتشاراً في مصر القديمة، والعيش ده كان مهم جداً عند الفراعنة، لدرجة إنه كان بيتحط في مقابر الموتى عشان يفضلوا فاكرين العيش والملح اللي ما بينهم. ولسه لغاية النهاردة بعد آلاف السنين من أكتر أنواع العيش انتشاراً في صعيد مصر. كتب التاريخ مش الشيء الوحيد اللي محتاجها المصريين عشان يعرفوا أكتر عن تاريخهم. يكفي بس إنهم يدخلوا مطبخهم وياكلوا أكلة حلوة، وهيلاقوا التاريخ عايش جوه أكلاتهم. كل واشكر علشان تفضل دايما عامرة. اكتبوا في التعليقات إيه أكتر أكلة من الأكلات دي بتحبوها أو ما بتحبوهاش. أشوفكم في الحلقة الجاية، وخلوا بالكم من الجبنة في التلاجة عشان ما تبصش.